بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال وجواب للمعلومات والسيارات. الفيديو بتاع النهارده حابب اشارككم تجربة كده حبيت ان انا افيدكم بيها، واللي هي معصم اليد او مسند اليد الخاص بالكيبورد والماوس. لو انت بتقعد فترات طويلة تشتغل على جهازك، سواء كنت مصمم او مبرمج او جيمر او اي حاجة، فلو انت بتقعد فترات طويلة وبتمسك الماوس كتير طبعا وشغال، الناس اللي لها تجربة في الموضوع ده او كل شغلها على جهاز الكمبيوتر اصلا او اللابتوب بتاعها، بتيجي مع الوقت تحس بخدلان او بنقول عليه تخدير او الم هنا في المعصم ده، بسبب انك بتبقى ماسك الماوس او شغال على الكيبورد وبتكتب وايديك بتبقى في الوضع ده كده. تخيل بتبقى واخده الانحناءه دي لاطول فتره ممكنه، يعني لو انت قاعد لساعات طويله تخيل ايديك بتكون بالشكل ده للساعات او الفترات الطويله اللي انت بتقعد فيها على جهازك. فمع الوقت هيحصل لك مشاكل في الجزء ده من ايديك لا قدر الله، وطبعا دي بترد على الدراع كله. هيجي عليك وقت كده هتحس ان ايديك كلها بتنمل او في تخدير او خدلان ومشاكل كتير جدا جدا. انا نفسي مريت بالموضوع ده لفترات طويله، وكان حلها ان انا كل فتره او كل 20 دقيقه مثلا بقوم اتحرك من على جهازي او بفرد ايديا مثلا لتحت كده، وبحاول ان انا افك ايدي على اساس ان الخدلان او التخدير اللي في ايدي ده يروح مع الوقت. وده طبعا كله بسبب القعده الغلط على جهازك، لانك طبعا بتبقى ضاغط على مفصل او معصم ايدك من هنا وانت مش واخد بالك. زي ما قلت لك ده بيرد على دراعك كله. فكان الحل ان لازم اشتري معصم او مسند المعصم بتاع اليد، سواء للكيبورد او سواء للماوس. ولو نلاحظ زمان كان بينزل الباده اللي هي كان فيها مخده، بس كانت مشكلتها ان هي صغيره. لو لقيت انت حاجه كبيره شويه وفيها مسند معصم كويسه جدا، يعني على الاقل تكون 30 سم في 25 سم، دي تبقى ممتازه جدا. لكن اقل من كده هتكون متعبه في حركه الماوس، خصوصا لو انت بتتحرك بالماوس كتير. والدليل على كده برضه هتلاقي في بعض الكيبوردات او بعض الكيبورد بينزل معاها طبعا مسند معصم بيتركب فيها، بيبقى قطع بلاستيك كده بيتركب وبيتشال منها بحيث انك تركبه او تشيله وقت ما تحب. كنا واحنا صغيرين شويه بنشيله في الكيبوردات الصيني بتاع زمان وما كناش فاهمين قيمته الصراحه. لكن النهارده بحكم شغلنا وان اصبح كل شغلنا على اجهزه الكمبيوتر لاطول فترات ممكنه، ففعلا المسند بتاع معصم اليد مهم جدا. فحبيت ان انا اشتري مسند معصم لليد. فالصراحه لفيت على محلات كتير جدا وشركات كمبيوتر كتير جدا، فكان الرد ان الحاجات دي بتيجي بالطلب ومش موجوده ومش متاحه، وكل اللي نقدر نعمله لك انك تاخد مثلا باده فيها مخده. لكن الصراحه كانت حجمها صغير فكان لازم حل. فالموضوع كله ان انا طبعا بحثت اونلاين على مواقع مختلفه، لكن الاسعار خرافيه، زي مثلا الاسعار والصوره اللي انت شايفها قدامك دلوقتي. حتى لو دخلت على امازون او اي موقع سواء في مصر او بره مصر او في الدوله اللي انت فيها، فللاسف هتلاقي اسعار مساند المعصم اسعارها معديه. يعني في مصر هنا بيتكلم في 500 جنيه و700 جنيه وانت طالع، وهي في النهايه الخامه اصلا مش مستاهله. هي كل الفكره ان حاجه بس تخلي ايديك تكون مستويه كده وانت شغال. يعني لو انت ماسك الماوس تكون ايديك مستقيمه زي ما انت شايف كده، ما تكونش كده، لان انت كده ضاغط هنا على الجزء ده، فده غلط. المفروض ان هي تبقى كده زي ما انت شايف. افترض ان ايديا على المكتب دلوقتي، فايديا دلوقتي ساند على المعصم هنا وشغال بالماوس عادي، فايديا مرتاحه. وهكذا الكيبورد، لو انت برضو بتكتب لفترات طويله فايديا هنا برضو زي ما انت شايف مستويه. لو شلت طبعا مسند المعصم فزي ما انت شايف، فافترض ان دي الكيبورد مثلا، فزي ما انت شايف ايديا هنا اصبحت متنيه كده لورا، فده برضو زي ما قلت لك بيضغط على معصم اليد. فلازم مسند معصم لو انت بتقعد فترات طويله على جهازك. فللاسف الاسعار اللي انا شفتها اونلاين مبالغ فيها جدا، لحد 700 جنيه و1000 جنيه واسعار مبالغ فيها. ده غير كمان ان في مواقع هتجيبوا لك لسه من بره، يعني في تكلفه شحن كمان حوالي 200 300 جنيه. يعني دخلت في مسند معصم قطعتين دول بس هيكلفوني حاجه زي 1000 جنيه، فطبعا ده كتير جدا. ولو دخلت بحثت فعليا هتشوف الاسعار دي. فجت في بالي الفكره ان انا ممكن اعمله على ايدي صناعه هاند ميد يعني، او ان انا مثلا اروح لاي ترزي او اي محل خياطه او اي محل من المحلات اللي هي بتعمل الستاير والانتريهات والحاجات دي كلها. تقدر ان انت تروح له توصف له بس الفكره وتاخد المقاسات، زي برضو الصوره اللي ظاهره قدامك دلوقتي. لو انت بحثت مثلا على صور جوجل كتبت مثلا مسند معصم للكيبورد والماوس، هيجيب لك صور كتير جدا جدا منها المقاسات. يعني مثلا المقاس اللي معايا ده زي ما انت شايف كده، لو جينا نشوفه مع بعض زي ما حضرتك شايف الطول هنا حوالي 46 سم. اما بالنسبه للعرض فالعرض حوالي 7 سم او 7.5 سم، طبعا على حسب راحتك انت. اما بالنسبه للارتفاع فزي ما انت شايف حوالي 2 سم. طبعا المقاسات دي انا برضو جبتها من على النت او على حسب راحتي. يعني انت شوف ايه المناسب ليك، اوزنها كده وقيسها بنفسك وشوف المناسب ليك. انا طبعا عملت دي طويله بحيث ان ايديا حتى لو معايا كيبورد ميني مثلا او صغير، فايديا تبقى واخده راحتها على المسند سواء بالعرض اثناء الحركه وانا شغال او بكتب حاجه وهكذا. وده بالنسبه لمسند المعصم بتاع اليد الخاص بالكيبورد. اما بالنسبه للماوس فزي ما انت شايف دي برضو طولها 16 سم زي ما انت شايف، والعرض بتاعها برضو حاجه زي 7 سم، والارتفاع تقريبا نفس الفكره بالظبط.
تقريبا مقرب على 2 سم. فالفكره كلها ايه علشان توفر على نفسك؟ كل الحكايه ان انت هتروح اي محل من محلات القماش، او لو عندك حته قماش نظيفه في البيت. انا مثلا رحت لمحل بتاع اقمشه واشتريت منه حته قماشه مثلا ووتر بروف زي ما انت شايف، دي اللي بتتركب على الكنب والانتريهات والحاجات اللي هي في البيت وفي كل بيت دي. طبعا زي ما انت شايف انا اخترت قطعه اللي هي الووتر بروف، بحيث ان هي لو مع الوقت اتوسخت اقدر ان انا امسحها وانضفها من غير ما يحصل تسريب للميه داخل المسند، علشان برضو مع الوقت ما يعملش روايح وهكذا. فدي برضو بالنسبه لقطعه القماش، يعني حاول تجيب حته قماش تكون كويسه، وبرضو جايبها حته قماش زي القطيفه كده ناعمه، بحيث ان هي تكون مريحه تحت الايد وانا شغال. فاشتريت قطعه قماش حاجه زي متر او متر ونص، بحيث ان يبقى معايا قماش بزياده. فزي ما حضرتك شايف انا خدت المقاس بتاعي في المسند بتاع الكيبورد 45 سم بالطول، وبزود انا شويه مثلا كده 5 سم ولا حاجه، بحيث ان انا طبعا لما اخيط هيكون في اطراف فبقصها في النهايه بالمقص. والعرض زي ما انت شايف برضو بخلي هنا زياده كده، بحيث ان انا برضو بعد ما اخيط بقص. ده طبعا لو انت اللي هتعمل الكلام ده، لكن لو في المحل فهو طبعا بيكون عنده مكنه فبيخيط وبيقصقص على طول، ما بتاخدش منه وقت. لكن انا حبيت اعملها على ايدي كده، بحيث ان انا اطلعها بالنتيجه اللي انا عايزها وما اغلبش حد معايا وما اقعدش بقى اشرح له الكلام ده. فانا ظبطتها كده على ايدي وطلعت بالنتيجه الممتازه دي زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه للمحتوى الداخلي نفسه، ايه الطار اللي جوه ده، فانت قدامك اكتر من حل. بالنسبه للجاهزه اللي هي 700 جنيه فبتيجي في منها اكتر من نوع. في منها اللي هي مصنوعه من رغوه الميموري فوم، زي المخده بتاعت مسند الظهر اللي انا شرحت عنها قبل كده بتاعت الكراسي. تقدر تشوف الفيديو بتاعها من الاي اللي ظهر قدامك دلوقتي او من الوصف او التعليق مثبت. والرغوه دي بتبقى طريه كده، بحيث انك لما تضغط عليها ترجع تاني. وفي نوع طبعا بيجي من القماش المضغوط او اللي هو المايكرو فايبر، وفي نوع بيجي من الاسفنج. اما بالنسبه للوضع اللي معانا ده، فانا عملت فكره كده ممتازه جدا جدا، ورحت لمحل من اللي هو بتاع الادوات المنزليه واشتريت منه فوطه طبعا او طقم فوط، كيس كده بيجي على بعضه عامل حوالي 20 جنيه ولا حاجه. بيجي فيه طبعا فوط اللي هي المايكرو فايبر زي ما حضراتكم شايفين كده. الفوط دي بتبقى طريه جدا، خصوصا لو انت تنيتها على بعضها كده وعملتها طبقه زي ما انت شايف كده بالظبط، بتبقى زي ما انت شايف طريه كده وحنينه، وفي نفس الوقت مع وقتك واستخدامك ليها مش هتنزل زي الاسفنج والنوعيه التانيه دي من الخامات. لو تفتكروا الباده القديمه اللي كان فيها مخده كانت مع الوقت كده بتنزل او بتنخفض مكان حركه ايدك من هنا. فانا علشان اتلاشى الموضوع ده فكرت في فكره ان انا اجيب فوط مايكرو فايبر واتنيها على بعضها كده زي ما انت شايف، وبعد كده طبعا بجيب القماش زي ما انتم شايفين كده وبغلفها بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. بغلفها كده بالشكل ده بحيث ان هي تطلع معايا زي الجاهزه اللي احنا خلصناها دي. طيب كده هتبقى طريقه قليله. اعمل ايه؟ عملت برضو هنا قاعده زي ما انت سامع. القاعده دي ممكن تكون قطعه خشب ابلكاش من اي محل نجاره، او لو عندك حته قديمه في البيت، او هتجيب الورق اللي هو الكرتون بتاع النتيجه اللي موجوده في كل بيت مصري، او اي قطعه كرتون ناشفه زي ما انت شايف. هتقطع حته على قد المقاسات بتاعتك زي ما انا عملت كده وبتحطها جوه هنا. او تعالى نشرح على الفوطه اللي معانا دي زي ما انت شايف. باجي هنا كده مثلا لو عندي مسدس شمع او اي حاجه تثبت بيها الفوطه دي على قطعه الكرتون اللي انت هتقصها زي ما انت شايف، بثبت هنا كده. اصبح ان انا عملت ليها قاعده من تحت علشان تبقى زي دي كده. وبعد كده طبعا بقص هنا حته الكرتون الزياده او بكون واخد المقاس بتاعي، وبعد كده هتبقى واقفه على التغليف بالقماش. بعد كده زي ما قلت لك، يا اما بقى هتخيطها، هتقلب انت حته القماشه ديت تخلي الاسود لبره وتخيط القماشه بالمقاس اللي انت واخده، او هتروح بقى لاي محل بتاع خياطه او ترزي وتوفر على نفسك وقت وتخليه يخيطها لك على المكنه باي شكل، او يطرزها لك او يعمل لك سلفنه لها من بره كده على اساس ان يبقى ذوقها او شكلها احسن كمان، او زي ما قلت لك تشرح له الفكره وتعملها على ايدك زي ما انت شايف كده بالظبط. وبكده يبقى انا وفرت على نفسي مسند معصم ثمنه حوالي 700 او 800 جنيه على حسب الاسعار اللي انا شفتها على الانترنت. وللاسف زي ما قلت لك قليل جدا في محلات وشركات الكمبيوتر، لان الحاجات ديت نادره شويه ولها طلبها طبعا ولها ناسها اللي بتحتاجها، فلذلك هي مش منتشره كتير. وعلى فكره الباده بتاع الماوس برضو اللي هي ال 150 في 30 او ايا كان الحجم بتاع اللي هي الكبيره، تقدر برضو ان انت لو مش حابب تكلف نفسك بدل ما تروح مثلا تشتري باده ثمنها 150 ولا 200 جنيه على حسب النوع والخامه، تقدر انك تروح اي محل قماش برضو وتجيب حته قماشه تكون كويسه كده او تكون ناعمه بنفس الفكره دي كده، اللي هو النوع اللي هو عامل زي القطيفه ده، وتكون برضو ووتر بروف بحيث انك تقدر تنظفها في اي وقت. بيكون جواها طبقه من القماش كده كانه بلاستيك بحيث ان هي ما تعديش اي سوائل او عرق للجنب التاني. فتقول للمحل مثلا على المقاس اللي انت عايزه، وليكن مثلا 130 سم في عرض 30 سم، وتروح على اي محل برضو خليه يمشي عليها بالمكنه بتاعت السلفنه، وهتبقى شكلها ممتاز جدا وتحفه الصراحه. تحطها على مكتبك عادي، بس طبعا حاول تجيب القماشه تكون تخينه او تجيب القطعه قطعتين. يعني لو انت مثلا هتجيب 130 سم يبقوا 260 سم بحيث انك تعملها طبقتين فتكون تخينه،
علشان تبقى ثابته على المكتب وما تتحركش. فدي كلها طرق برضو بحيث انك توفر على نفسك تكلفه الباده او تكلفه المسند بتاع المقاسه. هي دي كانت التجربه، وحبيت افيدك بس بالنسبه لموضوع الباده ده، لان في ناس كتير بتعمل الموضوع ده، والصراحه فكره ممتازه برضو. انا في يوم لو عملتها ان شاء الله هعمل بها فيديو وانزله هنا على القناه ان شاء الله. فدي كانت نهايه الفيديو، وعرفنا ازاي نعمل مسند معصم لليد الخاص بالكيبورد والماوس. حبيت بس اشارك الفكره معاك علشان توفر على نفسك فلوس او وقت لو كنت بتدور على حاجه زي دي، زي ما انا عملت كده بالظبط. فبالتالي احنا عرفنا ازاي نوفر على نفسنا فلوس ووقت والكلام ده كله. اتمنى تكون استفدت ان شاء الله. ما تنسانيش من خلص الدعوات. طبعا مش اكد عليك لو لسه جديد معايا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب، الاشتراك في القناه، ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. هتلاقي رابط الموضوع ده مكتوب على موقعنا الالكتروني للناس اللي بتحب القراءه، وهتلاقيني سايب لك الرابط بتاع الموضوع ده موجود في اول تعليق مثبت وموجود في الوصف تحت الفيديو ده ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.